اهلا بكم في برنامج العالم، وتنسوا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن الهجاص رضا عبد العال. ده هجاص، واحد بيهجص على الناس كلها، دايما بيحقد وبيغل تجاه النادي الاهلي. قال عملوا مرض نفسه، عملوا تعب نفسي وعملوا مرض نفسي. هو مش طبيعي، واحد بيعمل تعصب وفتنه في مصر، ومنبع للتعصب فتنه في مصر. طبعا هو شخص كاره وحاقد وغلاوي جدا تجاه النادي الاهلي. لا عملوا مرض نفسه وعملوا تعب نفسي وعملوا عقده نفسيه بجد يعني. طبعا هو بيحب يسير الجلب كام بتاع تعصفتنا، وبيحب الترند والله. طبعا قصر رضا عبد العال طبعا هو بيقول كلام بشع، ده كلام غير محترم، ده كلام بينم عن التعصب في التفاهم المصري. طبعا بيقول كلام كله كذب وافتراءات. انا بيقول حاجات اصلا مش موجوده على ارض الواقع، بيقول حاجات اصلا من وحي خياله. فواضح الاهلي عملوا مرض نفسه وعملوا تعب نفسي وعملوا عقده نفسيه بجد يعني. طبعا قصر رضا عبد العال طبعا هو بيتوش بتلاقيه ما عندوش شخصيه اصلا، ما عندوش مبدا في حياته، في تلاسه فهو مدرس وكذاب انه بيكره وبيغل وبيحقد. والشر ما بتجاه النادي الاهلي عمل مشكله وعمل عقده من السنين، لانه هو بيكره وبيغل تجاه نادي الاهلي. طبعا يا فيديو بجد والله العظيم حاجه في منتهى، يعني حاجه في منتهى الكذب، وحاجه في منتهى الحقد والغل، وحاجه غير محترمه، وحاجه في منتهى تعسفتنا. تعالوا شوف معايا كده. لان شكل الجماهير غضبانه من الصفقات. يعني والله عايز اقول لك هجاص الاهلي هيفضل مربي لك خفيف ويفضل مجننك. هجاص طلع بقى بيطلع بقى بيكذب بقى، زي يعني طلع كان بيقول كلام كله كذب وبيكذب. طلع بيقول بيقول لك بيقول لك ان جماهير الاهلي مش راضيه عن الصفقات. هي مين مش راضي عن الصفقات يا هجاص؟ انت مش حاجه تقولها يعني. انا مش عارف، هو دايما حاطط الصفقات بتاعت الاهلي هي اللي وجعاه، فدايما لازم يطلع لك بحته ان هو يكذب، ويطلع اللي هو يطلع الكلام كله كذب وافتراءات على لعيبه النادي الاهلي، ويقول لك الجمهور متضايق وغضبان من الصفقات. ولا في الكلام ده يا جماعه. هو بس عايز يعمل ترند، عايز يعمل لقطه، عايز يقول خبر، يعني بيقول خبر كاذب، وهو عارف ان ده خبر كاذب، وعارف ان هو بيقول الكلام ده، وعارف ان الجمهور راضي عن الصفقات، بس هو حقده وغله تجاه النادي الاهلي ماليه. فعايز اقول لك الهجاص الاهلي هيفضل مربي لك خفيف، ويفضل مجننك، ويفضل وجعك، ويفضل عامل لك عقده نفسيه. طبعا هجاص رضا عبد العال طبعا قلت لكم هو بيحب يسير الجدل بكلام بتاع فتنه، وبيحب الترند والله. طبعا هجاص رضا عبد العال طبعا هو كاره للنادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. رضا عبد العال اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استنوا في حلقه بكره البرنامج العالمي. السلام عليكم. رايح للاهلي انسى وارجع فرحان اكيد كسبان.